بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتحدث سويا عن المحاضرة الثانية من محاضرات مقرر سلوب ديفليكشن ميثود، طريقة الإزاحات التوافقية. لو جينا بصينا حضراتكم نراجع سريعا على اللي احنا قلناه المحاضرة اللي فاتت. قلنا ان المصدر بتاع المومنتس اللي بيكون عند الركائز بيجي من 3 حاجات. اول حاجه ان يكون جاي من الجيفن لود اللي هو الفيكسد اند مومنت نتيجته، وبيكون جاي نتيجه السلوب الروتيشن نتيجه السبورت اللي على الشمال، وشفنا ان ده بيجيب لنا 4 اي اي على ال سيتا اي، والناحيه الثانيه بيجيب نصها. وعرفنا ان اتجاهات المومنتس بتكون عشان تخلي الزاويه صفر عند الفيكسد سبورت. هنا نفس الكلام، خد بالك ان السبورت هنا بقى عامل كده لانه لف، فالعمود يعني عامل كده، فبيجي من فوق عشان يجيب الزاويه الى صفر. طيب الحاجه الثالثه الرايت روتيشن، الروتيشن بتاع السبورت اللي على اليمين، وده بيجيب لي اللي هو سيتا بي، بيجيب لي مومنت الناحيه دي 4 اي اي على ال في سيتا بي، والناحيه الثانيه 2 اي اي على ال في سيتا بي. من اللي فات ده كله بنلاقي ان الفاينل مومنت عند السبورت ايه جاي نتيجه مجموعه الثلاث حاجات دول، فهنلاقي ان ام اي بي فاينل بتساوي ام فيكسد اي بي اللي هو اللي فوق زائد 4 اي اي على ال في سيتا اي زائد 2 اي اي على ال في سيتا بي. ونفس الكلام الام بي فاينل هنلاقيه بيساوي ام فيكسد اي بي ام فيكسد بي اي زائد 2 اي اي على ال سيتا اي زائد 4 اي اي على ال سيتا بي. ودول هم الصوره بتاعه المومنت فاينل اي بي وبي اي. ممكن ناخد 2 اي اي على ال عامل مشترك بره، وكنا وصلنا ان ام اي بي بيساوي ام بي اي بيساوي الام فيكسد عند نفس النقطه زائد 2 اي اي 2 سيتا القريب زائد 1 سيتا البعيد. القريب هنا هو الاي والبعيد هو البي، يبقى 2 سيتا اي زائد سيتا بي. هنا القريب هو البي والبعيد هو الاي، يبقى 2 سيتا بي زائد سيتا اي. وعرفنا ان احنا ممكن نشيل 2 اي اي على ال دي ونحط مكانها كي اللي هو الريلاتيف ستيفنس اللي هو كي اي بي، ويبقى بنفس الطريقه. بس نلاحظ ان احنا الصوره الاولانيه دي بتشتغل على الابسوليوت ستيفنس اللي هو 2 اي اي على ال، فبيديني ابسوليوت سلوبس. اما الثاني ده فبيشتغل على ريلاتيف ستيفنس وبيديني ريلاتيف سلوبس. وشفنا قبل كده ان في الامثله اللي فاتت ان احنا لما بنعوض بريلاتيف ستيفنس مختلفه، اي نعم بتديني سيتا مختلفه، لكن في النهايه خالص لما بضرب الكي في السيتا بتدينا نفس المومنت الفاينل. الكي اي بي دي اللي هي ريلاتيف ستيفنس بتعتمد على مين؟ اي على ال، لان الاثنين اي كونستانت ما بتتغيرش. وعرفنا الاشارات بتاعتنا موجب مع عقارب الساعه وسالب يبقى عكس عقارب الساعه. طيب كنا ذكرنا امثله للفيكسد اند مومنت. الحالات الشهيره عندنا لو عندنا كونسنتريتد لود في النص بيجيب لي بي ال على 8، يونيفورم لود دبليو ال سكوير على 12، كونسنتريتد لود مش في النص، الحمل في القريب في البعيد تربيع على ال تربيع. 2 كونسنتريتد لود على بعد مسافه A يديني بي اي بي على ال، وممكن نعملها بالسوبر بوزيشن. كونسنتريتد مومنت مش في النص، كونسنتريتد مومنت مش في النص بيديني ام بي في 2 القريب ناقص البعيد على ال تربيع. المومنت اللي في النص بيديني ام على 4 وام على 4، والحمل المثلث بيدينا على 20 وعلى 30 وعرفناهم. ولو حملين مثلثين على 32 و5 على 96، وشفنا لو في درجه حراره فبيديني الفا اي اي على دي في الدلتا تي. وشفنا لو في سيتلمنت بيديني 6 اي اي على ال سكوير. وعرفنا الاشارات بتاعه الفيكسد اند مومنت ان هي بترجع الزاويه صفر عند الفيكسد سبورت. تعالوا ندخل مع بعض على بعض الامثله في البيمز المتقدمه شويه. بيقول لي درو بيندنج مومنت اند شير فورس دياجرامز فور ذا شون بيم. عايز الكاميرا اللي قدامنا دي يرسم لها البيندنج مومنت دياجرام. من الوهله الاولى نلاحظ ان المساله دي سيمتري. معنى ان هي سيمتري والخط التماثل جاي فوق سبورت، هذا يعني ان النقطه دي مش هتنزل لتحت عشان في سبورت، ومش هتلف كده ولا كده عشان التماثل. ما هو لو الحمل ده اكتر من ده هتلف كده، لو الحمل ده اكتر من ده هتلف كده. طب الحملين زي بعض يبقى لازم هنا تطلع الزاويه بكام؟ بزيرو. طيب النقطه اللي عندها مفيش ديفليكشن راسي والزاويه بصفر، ده اللي هو الفيكس سبورت. يبقى انا اقدر ان انا اخد نص المساله
واحط هنا فيكسد سبورت لانه بيعبر عن ان مفيش ازاحه راسيه ومفيش دوران. يبقى احنا اختصرنا المساله بتاعتنا بمراعاه السيمتري الى نص المساله، وحطينا فيكسد سبورت عند خط التماثل عشان جاي فوق سبورت. المسألة دي كنا حليناها قبل كده في المحاضرة الأولى وجابت لي بيندنج مومنت عامل كده، نظرا لأن نص الكاميرا التاني ده هو السيمتري بتاع الكاميرا دي، يبقى لازم البيندنج مومنت يكون هو كمان سيمتري. هقلبه الناحية التانية بقى ده البيندنج مومنت دياجرام للمسألة ككل. نفس الكلام كنت رسمت الشير فورس دياجرام لما يكون المسألة بتاعت السيمتري، كنا عرفنا قبل كده ان المومنت بيبقى سيمتري والشير انتي سيمتري. انتي سيمتري يعني ايه؟ يعني هقلبه كده واقلبه من تحت لفوق، وده اللي حصل معانا اهو، ان انا عملت الشير فورس دياجرام ده قلبته كده وعكسته اللي تحت فوق واللي فوق تحت، فاداني الشير فورس دياجرام بتاع المساله ككل. مثال تاني سريع كده، مساله قدامي برضه بيقول لي درو بيندنج مومنت اند شير فورس دياجرامز فور ذا شون بيم. عندي كاميرا زي قدامنا دي وعايز يرسم لها نورمال شير بيندنج وشير. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم نلاحظ المساله قدامنا دي ايه؟ انتي سيمتري. طيب انتي سيمتري ايه هنستفيد ايه من انتي سيمتري؟ خط التماثل جاي فوق سبورت، يبقى النقطه دي مش تنزل لتحت. بس في ملحوظه بقى، البند مومنت على النقطه سي دي لازم يكون بصفر. ليه بصفر؟ لان لو الحمل ده نازل لتحت كده هيجيب لي مومنت هنا لتحت، ولازم المومنت هنا عشان انتي سيمتري يكون زيه لفوق. ما هو لو سيمتري يبقى فوق تحت، لكن انتي سيمتري لو المومنت هنا لتحت يبقى هنا لفوق. طب المومنت هنا لتحت لازم يكون هنا برضو في نقطه مناظره للفوق. طب لو جينا عند السبورت سي بالظبط وخدنا نقطه شمال ويمينه، لازم المومنت تحت يساوي مومنت فوق عشان الانتي سيمتري. بس احنا عارفين ان عند اي سبورت في الدنيا لازم المومنت يمين يساوي المومنت شمال، يعني ما ينفعش الاقي عند سبورت المومنت عامل كده يمين غير الشمال، غلط. لازم المومنت يمين يساوي شمال. طب انا بقى دلوقتي عندي شرطين، المومنت يمين يساوي المومنت شمال في نفس الجهه، والمومنت يمين يساوي المومنت شمال في جهه مخالفه عشان الانتي سيمتري. الشرطين دول ما يتحققوش الا اذا كان المومنت عند السي مقداره زيرو. يبقى انا هنا عندي النقطه دي ما بتنزلش لتحت والمومنت عندها بزيرو، يبقى دي شغاله كاند هنج. فده اللي هيحصل، هناخد نص المساله واخد عند خط التماثل هنج، ابدا ارسم لها البيندنج مومنت دياجرام، اكمل النص الثاني مع مراعاه ان ده انتي سيمتري من ده، يبقى مش هقلب كده بس، لا هقلب كده واقلب اللي تحت فوق واللي فوق تحت، الاقي ده شكل البيندنج مومنت دياجرام. زي ما الحمل ده بيعلق لي لتحت، الحمل ده بيعلق لي لفوق. نفس الكلام لو رسمني الشير فورس دياجرام، نظرا لان المساله دي انتي سيمتري فبتجيب لي الشير فورس دياجرام سيمتري. طيب ندخل بقى في مسائل اصعب شويه. بيقول لي درو بيندنج مومنت دياجرام فور ذا شون بيم. عندي كاميرا زي كده عايزين نرسم لها البيندنج مومنت دياجرام. الكاميرا دي نكتشف ان هي سيمتري، بس خط التماثل مش جاي فوق سبورت. هنحلها ازاي؟ نبص مع بعض كده، لو رسمنا الديفورميت شيب للباكيه بي سي هنلاقي منظرها عامل كده عشان تبقى سيمتري. وعشان تبقى سيمتري لازم هاجي هنا يبقى الجزء اليمين والجزء الشمال زي بعض. جميل. يبقى لو النقطة بي لفت كده زاوية مع عقارب الساعة، لازم النقطة سي الناحية التانية تلف برضو زاوية زيها بالظبط بس عكس عقارب الساعة. يبقى هنا نستنتج ان سيتا بي هتساوي ماينس سيتا سي بتساوي ماينس سيتا بي، عشان لو ده لف مع عقارب الساعة ده لازم يلف عكس عقارب الساعة بنفس الزاوية. يبقى ثيتا بي بتساوي ناقص سيتا سي بتساوي ناقص سيتا بي، ودي هتفيدنا في الشغل بتاعنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نشتغل مسألتنا الانونز. انا عندي هنا كام مجهول؟ النقطة A فيكس، النقطة D فيكس، يبقى عندي نقطتين بس هما اللي فري اللي هما B و C، يبقى عندي اتنين انون سيتا بي وسيتا سي. طب النونز ايه اللي معلوم عندنا؟ معلوم ان سيتا A وسيتا D بصفار، ومعلوم كذلك اللي انا لسه قايله دلوقتي ان سيتا سي بتساوي ناقص سيتا بي، ودي هتوفر لنا نص عدد المجاهيل. تعالوا نشوف الاكليبريم ايكويشن. ايه معادله الاتزان؟ لازم عند النقطه بي لازم ام بي اي وام بي سي مجموعهم يساوي صفر.
طب عندي السي هعمل هنا اتزان؟ لا، ما خلاص، ما هو البي زي السي من التماثل، وانا استفدت من التماثل مره انه قلت سيتا سي بتساوي ناقص سيتا بي، فخلاص. طيب تعالوا نشوف بقى ريلاتيف ستيفنس. انا عندي دلوقتي باكيه 1 اي على 4 و2 اي على 8 و1 اي على 4، يبقى ريلاتيف ستيفنس كي اي بي كي بي سي كي سي دي هيساوي ربع 8 سدس. ربع 8 ربع، ربع اي على ال، اي على ال 8 اي على ال يبقى ربع برضه. طبعا ال 8 دي يعني ربع، يبقى هنلاقيها 1 إلى 1 إلى 1. جميل. الفيكسد اند مومنت بقى بس مسألة جدا. الباكيه اي بي عليها كونسنتريت لود مش في النص، لسه قايلين من شويه. هيجيب لي في فيكسد اند مومنت الحمل في القريب في البعيد تربيع على ال تربيع. الحمل اللي هو 160، عايزين نحسب ام فيكسد اي بي، فنقول الحمل 160 في القريب اللي هو 1 في البعيد اللي هو 3 تربيع على ال تربيع اللي هو 4 تربيع يساوي سالب 90. طبعا قلنا بسالب ليه؟ عشان هو يطلع عكس عقارب الساعه، لان الحمل ده بيعمل لي كده، الحمل ده بيعمل لي ديفورمد شيب كده، يبقى لازم يجي فيكس اند مومنت هنا من تحت يرجع الزاويه لصفر، ويجي هنا من تحت يرجع الزاويه لصفر. طب ام فيكسد بي ايه بقى؟ ام فيكسد بي ايه هنا هيساوي الحمل في القريب في البعيد تربيع على ال تربيع، الحمل في القريب في البعيد تربيع على ال تربيع يساوي 30. طيب نيجي نشوف ام فيكسد بي سي، ده يونيفورم لود عادي بقى، دبليو سكوير على 12، دبليو ب 30 في 8 سكوير على ال 12 يساوي سالب 160. طب هنكمل بقى كمان البي والسي ودي لا ما يلزمناش، ما دام سيمتري وانا راعيت ان خدت شروط السيمتري يبقى انا ليا لغايه نص المساله بس، والنص الثاني هستنتجه من النص الاولاني. ماشي؟ طيب من الملحوظات المهمه برضو اللي عايزين ناكد عليها ان انا وانا بحسب الام فيكسد بتاع البي سي الباكيه دي حسبت الباكيه كلها، ما قلتش ده سيمتري ونص الباكيه، لا، انا في الحسابات بتاعتي لما جيت اعمل المومنتات خدت لغايه وصلت لغايه النص، لكن وانا بحسب الريلاتيف ستيفنس هل خدت نص الاي على ال؟ لا، خدت الاي على ال كامله. وانا بحسب الفيكسد اند مومنت دبليو ال سكوير على 12 انهي ال بتاعت الباكيه كلها، بتاعت الباكيه ايه كلها. طيب نيجي بقى دلوقتي نحسب الفيكسد اند الفاينل مومنت. الفاينل مومنت ام بي زي ما خدنا بيساوي ام فيكسد اي بي كي اي بي 2 6 القريب 1 6 البعيد. ام بي اي بتساوي ام فيكسد بي اي كي اي بي 2 6 القريب 1 6 البعيد. الام بي سي بيساوي ام فيكسد بي سي زائد ريلاتيف ستيفنس 2 6 القريب 1 6 البعيد. طب انا لسه عارف من شويه ان سيتا اي وسيتا دي بصفار، ماشي، وان السيتا بي بتساوي ماينس سيتا سي بتساوي ماينس سيتا بي، يبقى هنحط السيتا A والسيتا A بصفر، وهنشيل السيتا C من هنا ونحط مكانها ناقص سيتا B. تعالوا بقى نصفي. أنا عندي الكي اي بي والكي بي سي كل دول بوحايد. عندي الفيكسد اند مومنتس أهم سالب 90 30 سالب 160. نعوضهم نصفي المسألة. يبقى ام اي بي بيساوي سالب 90 زائد سيتا بي، سالب 90 زائد 1 في سيتا بي. ام بي اي هيساوي موجب 30 زائد 2 سيتا بي. ام بي سي هيساوي سالب 160 زائد 1 سيتا بي، لان 2 سيتا بي ناقص سيتا بي ب1 سيتا بي. جميل. جبنا الثلاث عزوم. احنا عندنا الاكليبرم ايكويشن قلناها في الاول، ام بي اي زائد ام بي يساوي صفر. ادي الام اي بي وادي الام بي اي وادي الام بي سي، هنجمعهم مع بعض يطلع لي سالب 130 مجموع دول زائد 3 سيتا بي يساوي صفر، يبقى السيتا بي بيساوي 130 بالموجب على 3 يعني 43.33. هناخد السيتا بي دي بقى ونرجع نعوض بيها في العزوم اللي عندنا، فنلاقي ان ام اي بي بسالب 46 وام بي اي ب 116.6 والام بي سي بسالب 116.67. نلاحظ ان المومنت هنا بيساوي لنا باشاره مخالفه، وده تشيك على الشغل بتاعنا لان ده اصلا شرط الاتزان بتاعنا. جميل. تعالوا بقى نرسم العزوم الفاينل بالاشارات. سالب يبقى مع عكس عقارب الساعه 46،
موجب يبقى مع عقارب الساعة 116، سالب يبقى عكس عقارب الساعة 116. لو جينا نرسم العزوم دي للسهم هنا لفوق لفوق لفوق، يبقى العزم هنا لفوق مقداره 46، العزم هنا لفوق مقداره 116 عند النقطة دي، واقدر اكمل الاثنين الباقيين فروم سيمتري. هنا 116 لفوق يبقى لازم هنا 116 لفوق، هنا 46 لفوق يبقى هنا لازم 46 لفوق. نوصل خط منقط ونجيب النقطة دي عن طريق النسبة والتناسب. النقطة دي في الربع والثلاث ارباع، الربع والثلاث ارباع، فهضرب القيمة دي في ثلاث ارباع واضرب القيمة دي في ربع واجمعهم مع بعض اللي هو التقسيم من الداخل، اقدر اجيب النقطة دي او اعملها بالتشابه المثلثات، كل ينفع. وعلق الحمل اللي هو بتاع السمبل بيم بقى، خد بالك بعلق الحمل بتاع السمبل بيم لو نفتكر اللي هو كان بي اي بي على ال، بي اي بي على ال، يبقى هيساوي 160 في 1 في 3 على 4 اهو ب 120. هنزل 120 اوصل ل 55 واعلق مثلث. الباكيه دي زيها بالظبط فروم سيمتري. نيجي على الباكيه اللي في النص سهله جدا، هبدا اعلق طبعا القيمه دي ثابته ب 116 كلها، هاجي من النص واعلق دبليو ال سكوير على 8، خد بالك ما تتلخبطش، على 8 مش على 12، على 12 ده اللي هو الفيكس اند مومنت، اما المومنت اللي بعلقه بتاع السمبل بيم اللي هو على 8 يطلع لي ب 240. انزل اوصل 123 واعلق بارابولا، المومنت اللي تحت موجب والفوق سالب، هو ده البندنج مومنت دياجرام بتاع المساله اللي معانا. مثال رقم 4، درو بندنج مومنت دياجرام فور ذا شون بيم. عايزين نرسم البندنج مومنت دياجرام للمساله اللي قدامنا. نلاحظ المساله اللي قدامنا دي ايه؟ انتي سيمتري، وخط التماثل مش واقع فوق السبورت. طيب لو جينا رسمنا الديفورميت شيب للباكيه اللي في النص اللي هي بي سي، هنلاقي منظرها عامل كده. ازاي؟ هنلاقي ان القوه دي طلعت لفوق والقوه دي نزلتني لتحت، مظبوط؟ فهنلاقي شكل الديفورميت شيب عامل كده، عشان لو جيت هنا خدت النص وقلبته يطلع سيمتري. ما احنا ده تعريف الانتي سيمتري، انك لو قلبت الاحمال على نص الكاميرا يطلع لك سيمتري، وده اللي حصل هنا، لو قلبت الاحمال دي تطلع لي سيمتري او دي. فنفس القصه الديفورميت شيب لو قلبت نص يطلع لك سيمتري. فنلاحظ هنا حضراتكم ان الديفورميت شيب طالع انتي سيمتري. لو افترضنا ان حصل زاويه هنا عند النقطه بي عكس عقارب الساعه مقدارها سيتا بي، فلازم عند نقطه سي برضو تلف في نفس الاتجاه بنفس الزاويه بنفس القيمه، يبقى لازم سيتا سي تساوي سيتا بي. هناك في السيمتري كان لو ده لف مع ده يلف عكس، او ده لف عكس ده يلف مع، فعشان كده قلنا بالسالب. لكن هنا ده لو لف عكس ده يلف عكس زيه، ومع يلف مع زيه عشان يبقى انتي سيمتري. وده مفتاح الحل بتاع المسائل الانتي سيمتري. هنيجي بقى دلوقتي نجيب الانونز عندنا، زي ما قلنا السيتا بي والسيتا سي مجهولين. النونز عندنا السيتا اي والسيتا دي بصفار، واكتشفنا من شويه ان السيتا سي بتساوي سيتا بي. الاكليبريم ايكويشن عند النقطه بي، في عندي اكليبريم لازم يكون في اتزان، ام بي اي زائد ام بي سي يساوي صفر. طيب تعالوا نشوف مع بعض الريلاتيف ستيفنس. هنلاقي ان الريلاتيف ستيفنس بتاعنا اي على ال اي على ال اي على ال 1 على 6 1 على 6 1 على 6، يبقى 1 1 1 1. تعالوا نجيب الفيكسد اند مومنتس. الفيكسد اند مومنتس الباكيه دي سهله، هنجيبها فيكسد اند مومنت دبليو ال سكوير على كام؟ على 12. بس نلاحظ بقى الاتجاهات. انا عندي لما الحمل بيأثر على الكاميرا دي، حمل جاي من تحت بيعمل لي ديفورميت شيب كده، يبقى لازم الفيكسد اند مومنت يجي هنا من فوق عشان يرجع الزاويه لصفر، ويجي هنا عشان يرجع الزاويه لصفر. مقداره كام؟ دبليو ال سكوير على ال 12. فيديني هنا 60 وسالب 60 عشان هنا مع عقارب الساعه وهنا عكس عقارب الساعه. طيب لو جينا بقى على الباكيه اللي في النص دي مساله مش موجوده في الجدول اللي احنا قلنا عليه، بسيطه جدا ان شاء الله نقدر نجيبها بسهوله. نقول ايه؟ هنحلها بالسوبر بوزيشن. هناخد مره الكونسنتريتد لود اللي تحت ده لوحده، ومره اللي فوق لوحده. طب اللي تحت لوحده ده هيجيب لي ديفورميت شيب عامل كده، يجيب لي فيكسد اند مومنت عامل كده، مقداره الحمل في القريب في البعيد تربيع على ال تربيع، وده اللي حاصل. هقول ده يساوي الحمل في القريب اللي هو 2 في البعيد اللي هو 4 تربيع على 6 تربيع، وهنا العكس، الحمل في القريب اللي هو 4 في 2 تربيع على 6
تربيع. الكلام ده نصفيه يطلع لي هنا 160 ويطلع لي هنا سالب 80. هنا يديني نفس الكلام، هيديني برضو هنا كده وهنا كده. ليه؟ لان هنا ديفورميشن عامل كده. مقدارهم كام على طول بقى؟ 160 برضو و80. 160 و80 على طول. ما هو زي ما ده بالظبط كانك خدت المساله دي ولففتها كده 180 درجه. ماشي؟ حلو جدا. يبقى فاينلي المومنت هنا بكام؟ ب 160 ناقص 80 بموجب 80، وهنا فاينلي بكام؟ ب 80. كلام واضح؟ طيب كلام جميل جدا. يبقى الام فيكسد بي سي ب 80 والام فيكسد سي بي ب 80. ما يهمناش غير الام فيكسد بي سي عشان انا مراعي السيمتري او الانتي سيمتري في الاعتبار. يبقى دلوقتي الفيكس اند مومنت بتاعنا 60 سالب 60 موجب 80 والريلاتيف ستيفنس بوحايد. نكتب معادلات العزوم. ام اي بي بيساوي ام فيكسد اي بي زائد كي اي بي 2 6 قريب 1 6 البعيد، والام بي اي زيها برضه والام بي سي زيها. احنا وصلنا من شويه ان الثيتا اي والثيتا دي بصفار، يبقى دول بصفار هيروحوا. الريلاتيف ستيفنس بوحايد. الام فيكسد بسالب موجب 60 سالب 60 موجب 80، والثيتا سي ما ننساش ان هي كانت بموجب ثيتا بي. وده اللي حصل. حطيت الثيتا سي بثيتا بي وشلت الثيتا اي خالص، حطيت الكي بوحايد وحطيت الفيكسد ان مومنت اللي انا لسه حاسبه. هنكتشف بقى ان ام اي بي هتساوي 60 زائد ثيتا بي، وام بي اي هتساوي ناقص 60 زائد 2 ثيتا بي، وهنلاقي ان الثيتا ام بي سي هيساوي موجب 80 زائد 3 ثيتا بي. اكليبرم ايكويشن. عندي معادله الاتزان بتاعتي عند النقطه بي، في عندي مجموع العزم يمين وشمال لازم يساوي صفر. ام بي اي زائد ام بي سي يساوي صفر، نجمعهم مع بعض يديني 20 زائد ثيتا بي بيساوي صفر، يبقى الثيتا بي بتساوي ماينس 4. جبت ثيتا بي ماينس 4، ارجع اعوض بيها مره ثانيه في معادلات اللي عندنا. 60 سالب 4 ب 56، 60 سالب 60 سالب 8 بسالب 68، 80 سالب 12 3 في سالب 4 بموجب 86. طبعا العزم ده بيساوي العزم ده، ده دليل ان شغلنا صح زيه باشاره مخالفه. نبدا نرسم نحط المومنت بالاشارات. ده طلع لنا موجب يبقى مع عقارب الساعه، سالب عكس عقارب الساعه، موجب مع عقارب الساعه. يبقى العزوم بتاعتنا اهي. نبص ناحيه ديل السهم. ديل السهم هنا فين؟ لتحت. ديل السهم هنا فين؟ لتحت. لتحت يبقى العزوم هنا لتحت في الجنب ده 56 و68. طب الناحيه الثانيه فروم انتي سيمتري، اللي تحت يبقى فوق واللي فوق يبقى تحت. نوصل دول ببعض، نيجي من النص من عند الافريج، نجمع الاثنين دول ونقسمهم على 2 دي 62، ونعلق بارابولا ارتفاعها دبليو ال سكوير على ال 8 مقدارها 90 توصل لي الى 28. والباقيه دي زيها بالظبط. طب الباقيه اللي في النص بقى نعمل فيها ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. المفروض نعلق على الخط المنقط الواصل ما بين المومنت في البدايه والنهايه، نعلق المومنت بتاع السمبل بيم. طبعا اسهل لنا ممكن نعمل حاجه اظرف. ايه هي؟ هناخد الباقيه دي كاننا بنرسم الفري بود دياجرام. عندي هنا مومنت في النهايه 68 دي لسهمه لتحت، وهنا مومنت 68 دي لسهمه لفوق، وعندي حملين 180 و180. ابدا اجيب الرياكشن. اجيبه ازاي؟ من العزوم. انا عندي دلوقتي الاثنين دول بيعملوا لي عزم ازدواج كده 360، وفي عندي ده 68 و68 3 دول بيلفوا مع بعض، يبقى في عندي ازدواج كلي مقداره 360 زائد 68 في 2. ده الازدواج الكلي. لازم الاثنين رياكشن يردوا بازدواج عكسي. اقسم على الطول اللي هو 6، اقسم على الطول اللي هو 6 يديني الرياكشن 82.67 و82.67. هاجي دلوقتي بقى احسب العزوم عند النقطه دي. ازاي؟ هقول العزم عند النقطه دي بيساوي 68 ناقص بيلف كده اهو 82 في 2، يبقى 82 في 2 ناقص 68. جميل. واداني طبعا اللي غلب هو العزم اللي فوق، يبقى المومنت مقداره لفوق مقداره 97 فروم انتي سيمتري. لازم هنا يبقى لتحت بنفس القيمه ونوصل ببعض. طبعا زي ما حضراتكم عارفين لازم المومنت في مسائل الانتي سيمتري على خط التماثل يطلع بصفر. المومنت تحت موجب وفوق بالسالب. عندنا كاميرا زي كده بيقول دروب ان مومنت دياجرام شير فورس دياجرام فور ذا شون beam due to download settlement
داونلود سيتلمنت 3 سم ات سبورت بي وير اي اي بتساوي 4800 كيلو نيوتن متر سكوير. النقطة بي نزلت تحت 3 سم، يبقى احنا دلوقتي عندنا ريلاتيف ستيفنس هنحسبها كي اي بي الى كي بي سي. نلاحظ اي على ال اي على ال 1 على 6 2 على 8، يبقى 1 على 6 2 على 8 هيساوي سدس الى ربع، نضرب في 12 الطرفين تساوي 2 الى 3. تعالوا نشوف مع بعض الفيكسد اند مومنت. انا عندي مفيش جيفن لود بره، اللود الوحيد اللي عندي اللي هو السيتلمنت 3 سم. عرفنا قبل كده لما نيجي نشوف هنلاقي ان ده هينزل لتحت من الناحيه دي وده ينزل لتحت من الناحيه دي. لو بصينا على الفيكس اند مومنت بيساوي 6 اي اي على ال سكوير في دلتا، يبقى 6 اي اي على ال سكوير في دلتا. اتجاهات العزوم قلناها قبل كده في اول المحاضره، لازم الفيكس اند مومنت يرجع الزاويه لصفر عند الفيكسد سبورت سواء الناحيه دي او الناحيه دي. وظيفته انه يرجع الزاويه لكام؟ لصفر عند الفيكسد سبورت. مقدار المومنت بكام؟ فيكس اند مومنت 6 اي اي على ال سكوير. نلاحظ ملحوظه هنا عشان الباكيه دي 2 اي وانا بحسب الفيكسد اند مومنت ضربت في 2 عشان 2 اي اي، هي دي الاي اي بتاعتها على ال سكوير. دلوقتي كده طلعنا الفيكسد اند مومنت، طلع هنا عكس عقارب الساعه يبقى سالب 24، طلع لي هنا مع عقارب الساعه موجب 27. ريلاتيف ستيفنس كنا حسبنا ريلاتيف ستيفنس وحسبنا الفيكس اند مومنت. طيب يبقى الفيكس اند مومنت بتاعنا بيساوي سالب 24 سالب 24 وموجب 27 موجب 27. تعالوا نشوف مع بعض المومنت ايكويشن. هلاقي عندي ام اي بي زي ما اتفقنا بيساوي ام فيكسد اي بي كي اي بي 2 6 القريب 1 6 البعيد، والام بي اي زيها والبي سي والسي بي. نشوف مع بعض الفيكسد. عندي فيكسد سبورت عندي الاي والسي، يبقى سيتا اي بصفار وسيتا اي بصفار. الريلاتيف ستيفنس موجود معانا 2 2 3 3. الفيكسد اند مومنت معانا اللي هو سالب 24 وموجب 27، نعوض بيهم كده هنوصل ان ام اي بي هيساوي سالب 24 زائد 2 سيتا بي، و ام بي اي سالب 24 زائد 4 سيتا بي، 2 في 2 سيتا، والام بي سي هيساوي 27 زائد 6 سيتا، والام سي بي هيساوي 27 زائد 3 سيتا بي. ايه الاكليبريم ايكويشن عندنا؟ القانون هو سيتا بي بس. ايه الاكليبريم ايكويشن؟ ام بي اي زائد ام بي يساوي صفر، ادي الام بي اي وادي الام بي سي في مجهول واحد اللي هو السيتا بي، نجمعهم مع بعض ونساويهم بالصفر يطلع لي السيتا بي بتساوي ماينس 0.3. ناخد القيمه دي ونرجع نعوض بيها مره ثانيه في قيم العزوم اللي فوق، يطلع لي ام بي اي بي بسالب 24 سالب 25 25 26. دول بالسالب يبقوا عكس عقارب الساعه، دول بالموجب يبقوا مع عقارب الساعه. ديل السهم هنا فين؟ لفوق. ديل السهم هنا فين؟ لتحت. ديل السهم هنا فين؟ لفوق. يبقى البند المومنت بتاعنا هنا فوق هنا تحت هنا فوق، ونوصل بخط مستقيم وما نعلقش حاجه عشان ما فيش احمال موجوده على الباكيات. المومنت تحت موجب وفوق بالسالب. لو حابين نرسم الشير فورس دياجرام لازم نرسم الفري بودي دياجرام الاول. هناخد كل باكيه بالعزوم اللي في نهايتها ونجيب الرياكشن ديو تو مجموع العزوم لانهم بيلفوا مع بعض. يعني ده وده بيلفوا مع بعض، نجمعهم ونقسمهم على ال ونعمل ازدواج عكسي، وهنا نفس الكلام بيلفوا مع بعض نجمعهم ونقسمهم على ال يديني ازدواج عكسي برضه عشان يجيب الرياكشن. جبنا الرياكشنز نقدر نرسم الشير من ناحيه الشمال، نطلع 8.3 نمشي افق وننزل، وهنا في الباكيه اللي على اليمين ننزل من ناحيه ايد الشمال 6.41 ونقفل فوق موجب وتحت سالب. ده الشير فورس دياجرام. مساله اخرى بيقول لي دروب ان مومنت دياجرام شير فورس دياجرام for the shown beam due to the given rise in temperature. فينا rise in temperature مديني الاي بكام والاي بكام والالفا وارتفاع القطاع 18 سم. الفرق كله زي المساله اللي فاتت بالظبط. الفرق كله هي مساله عاديه بس الفرق كله في مين؟ في الفيكسد اند مومنت. طريقه حسابه هنا لما نيجي نحسب هنحسب الاي اي بكام، نضرب الاي في الاي هنلاقيها ب 10000 كيلو نيوتن متر مربع.
الريلاتيف ستيفنس اي على ال اي على ال يبقى سدس و2 على 8 يعني سدس الى ربع، نضرب في 12 يبقى 2 الى 3. لما نيجي نحسب الفيكسد اند مومنت هنلاقي ان الفيكسد اند مومنت قلناه في الاول في حاله الحراره بيساوي اي اي الفا على اتش في دلتا تي. اي اي عندنا بكام؟ ب 10 اس 4. الالفا بكام؟ ب 12 في 10 اس ناقص 6. والاتش ب 18 سم، خد بالك سنتي وفي هنا متر، يبقى لازم نحول دي المتر بوينت 18. وده اللي حصل ان اداني هنا اهو ادي الالفا، ادي الاي اي، ادي الالفا، ادي الدلتا تي بتاعتنا، فرق الحراره اهو مقداره 18 على الاتش اللي هو بوينت 18. نلاحظ مع بعض اتجاهات العزوم. كنا ذكرنا قبل كده في المحاضره اللي فاتت ان لو الحراره فوق هنا اكبر من الحراره تحت هنا، فهو عايز يتمدد ناحيه الحراره الاكبر، هو عايز كده. لكن هل الفيكس سبورت يسيبه؟ لا، لازم يجي له من فوق عشان يرجع الزاويه لصفر، لصفر. فحسبنا الام فيكس هنا طلع بالسالب وبالموجب مقداره 12. نفس القصه يعني الباكيه هنا اهي، الحراره فوق اكتر من الحراره تحت، بيحاول يعمل هنا زاويه، يوم يجي الفيكس اند مومنت يرجع الزاويه دي عشان تبقى صفر مره ثانيه. طيب مقداره كام؟ برضه نفس القصه، اي اي ال في الفا في دلتا تي على الاتش، طلع ب 24. الفرق ده جه منين؟ الاي اي. هنا الاي اي خدتها ب 10000 عشان دي اي واحده، هنا خدتها ب 20000 عشان دي 2 اي. جميل، يبقى كده المومنت عندنا فيكس المومنت هنا ب 12 سالب 12 24 سالب 24. مسألتي بقى بقت مسألة عادية خالص. هكتب معادلات المومنت العادية ام اي بي وام بي اي وام بي سي وام سي بي، ام فيكسد زائد الريلاتيف ستيفنس 2 6 القريب و1 6 البعيد. عندنا سيتا اي وسيتا بي، سيتا سي بصفار هيروحوا مع بعض يضيعوا. السيتا سي الكي اي بي والكي بي سي جايبينهم ب 2 ل 3، نعوض بيهم ادي 2 وادي 3. فيكسد اند مومنت لسه جايبينه اهو 12 سالب 12 24 سالب 24. نجمع يبقى 12 زائد، يبقى الام اي بي بقى هيساوي 12 زائد 2 6 بي، والام بي اي هيساوي ناقص 12 زائد 4 6 بي، والام بي سي هيساوي 24 زائد 6 6 بي، والام سي بي يساوي 24 زائد 3 سيتا بي. الاكليبريم ايكويشن طبعا المعادلات دي كلها في قانون واحد اللي هو مين؟ اللي هو السيتا بي. الاكليبريم ايكويشن بتاعتنا معادله الاتزان، لازم المومنت عند البي يمين وشمال يساوي بعض باشاره مخالفه، يعني ام بي اي زائد ام بي سي يساوي صفر. ادي الام بي اي ادي الام بي سي، نجمعهم مع بعض نساويهم بصفر، يطلع لي السيتا بسالب 1.2. ناخد قيمه السيتا بي دي ونرجع نعوض بيها في العزوم اللي هنا، تجيب لي قيم المومنت عند كل نقطه شمال ويمين. نلاحظ طبعا ان لازم المومنت بي ام بي اي وام بي سي يساوي بعض باشاره مخالفه، ده شرط الاتزان. ونرسم العزوم بقى بالاتجاهات، موجب يبقى مع عقارب الساعه، سالب عكس عقارب الساعه، موجب مع عقارب الساعه، سالب عكس عقارب الساعه. المومنت هنا لتحت لتحت لتحت، يبقى العزوم كلها لما نيجي نرسمها تلاقيها تحت تحت تحت، نوصل ببعض بخط السوليد مش منقط عشان ما فيش احمال موجوده على الباكيات. عارفين لو كان في احمال موجوده على الباكيات زائد الحراره كنا هنراعي الكلام ده مرتين، مره واحنا بنجيب الفيكسد اند مومنت هنجمع الفيكسد اند مومنت بتاع الحراره مع الفيكسد اند مومنت بتاع الجيفن لود، ولما اجي ارسم البندنج مومنت بعلق بقى المومنت بتاع السمبل بيم. وكذلك لو في ستلمنت مع حراره مع لود، الموضوع بسيط، بجمع الفيكسد اند مومنت بتاعت الحالات المختلفه مع بعض. عشان نرسم الشير فورس دياجرام هناخد كل باكيه، هنرسم في البوت دياجرام ناخد كل باكيه لوحدها ونحط المومنت في النهايات، ونجيب الرياكشن ديو تو فرق المومنت، لان العازمين هنا عكس بعض، فبنجيب فرق المومنت نلاقي ده اللي يغلب بالفرق، نقسمه على ال يديني ازدواج عكسي، وهنا نفس الكلام العزم ده اكبر من ده فهو اللي يغلب، يوم يديني ازدواج عكسي ام على ال. ادي الرياكشن. نقدر نرسم الشير فورس دياجرام لكل باكيه من ناحيه ايدي الشمال، اطلع 1.2 امشي اقفل وانزل 2، خد بالك انا كده قفلت اهو،
قفلت الباكيه دي وارجع اطلع 1.3 وامشي واقفل. ده كده الشير فورس دياجرام بتاعنا. لو جينا نتكلم على الفريمز هنلاقي الامر يختلف شويه بسيطه. ازاي؟ الفريمز بدايه بنقسمها الى نوعين اساسيين: without sway frames with sway frames. يعني فريم يعني ايه sway؟ sway دي ازاحه افقيه او ازاحه عموديه. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي فريم زي كده مثلا، ناخد بالنا، وفي حمل بيأثر عليه كده، الراجل ده هيعمل سوي. لو شفنا الديفورميت شبه اللي عامل كده، فعمل كده ايه؟ عمل سوي، عمل سوي. طيب وده له شغل خاص. إيه؟ طب ايه اللي يخلي الفريم وذاوت سوي؟ ايه اللي يمنع السوي؟ حاجه من الاثنين: يا اما في سيمتري منع السوي، يا اما في سبورت منع السوي. يعني ايه؟ يعني بصينا على المساله قدام دي سيمتري، هل الفريم ده هيميل يمين ولا يميل شمال؟ مستحيل، لان الحملين دول زي بعض والحملين دول زي بعض، فلا يدخل يمين ولا شمال. يبقى لو اي مساله فريم فيها سيمتري يبقى مفيش سواي عمودي على اتجاه السيمتري. مفيش سواي، لان لو حصل سواي عمودي على اتجاه السيمتري ده يخل بالسيمتري. الحاله الثانيه يكون في سبورت، في هنج مثلا او رولر بيمنع الازاحه، يجي الحمل ده ياثر، عايزه يعمل كده ما يقدرش يجي كده لان في سبورت موجود. يبقى لو عندنا اي مساله سيمتري مفيش سوي عمودي على خط السيمتري، وهنشوف دي قدام بالتفصيل، او لو في مساله فيها سبورت يبقى المساله دي مفيش فيها سوي. ما سوى ذلك يبقى وذ سوي فريمز، زي الفريمز اللي قدامنا دي، زي الفريمز اللي قدامنا دي. ده كده مفيش فيه سيمتري ومفيش سبورت، يبقى يحصل له سوي. ماشي. هنا نفس القصه، مع ان الاحمال متماثله لكن ده فيكس وده هنجد، فعشان كده مش سيمتري فبرضه يحصل له سوي. المسائل اللي without سوي بتتحل زي البيم بالظبط، زي البيم بالظبط. ازاي؟ بنفس الطريقه. تعالوا ناخد مثال ونجرب ونشوف. دروبينج دياجرام، شير فورس دياجرام، نورمال فورس دياجرام فور ذا شون فريم. عندي فريم زي كده، ده عمود، ده كاميرا اي بي سي اي و2 اي 6 متر و8 متر، في هنا كونسنتريتد لود، في هنا يونيفورم لود. عايزين نرسم البين مومنت دياجرام. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا نحل المساله. اول حاجه ريلاتيف ستيفنس اي على ال، اي على ال، كي اي بي الى كي بي سي، اي على ال بسدس، اي على ال 2 على 8، يبقى سدس الى ربع نضرب في 12 يبقى 2 الى 3. فيكسد اند مومنت، هبدا اخد كل باكيه لوحدها واجيب لها فيكسد اند مومنت. ناخد الباكيه بي سي عشان اسهل كده بسرعه، ده كونسنتريت لود في النص يجيب لي مومنت كده ومومنت كده. ام فيكسد اي بي سي والسي بي مقداره بي ال على كام؟ على كام؟ على 4 ولا على 8؟ على 8 فيكسد اند مومنت، يبقى بي ال على 8 يبقى 120 في 8 على 8 ب 120. والاشارات بتاعتنا زي ما احنا شايفينها عامله كده. ليه؟ لان الحمل ده بيحاول يخلي يعمل كده، فيجي الزاويه هنا ترجع الزاويه، المومنت يرجع الزاويه لصفر، يبقى هنا موجب وهنا سالب وموجب. طيب نيجي نبص بقى على العمود اللي هو اي بي. اي بي هيجيب لي دبليو سكوير على 12، والمومنت اتجاهاته زي ما باينه كده، لان اليونيفورم لود هيحاول يعمل لي كده، يجي هنا يرجع الزاويه لصفر وهنا يرجع الزاويه لصفر، يبقى يطلع المومنت مقداره دبليو ال سكوير على 12 موجب وسالب. يبقى احنا وصلنا في النهايه ان الفيكس اند مومنت على الفريم ده سالب 60 موجب 60 سالب 120 موجب 120. المومنت ايكويشنز زي ما كتبناها بالظبط في البيمز، ام اي بي بتساوي ام فيكسد اي بي كي اي بي 2 6 قريب 1 6 بعيد، هي نفس المعادلات بالظبط، هي والام بي اي نفس الكلام، والبي سي والسي بي. تعالوا نشوف ايه النونز عندنا. معروف ان الاي فيكسد سبورت والسي فيكسد سبورت، يبقى السيت عندهم بصفار يوم يروح. الريلاتيف ستيفنس موجود عندنا اهو 2 الى 3 يبقى 2 2 3 3. الفيكسد اند مومنت موجود عندنا اهو سالب 60 موجب 60 سالب 120 موجب 120. يبقى كده خلصت المسألة. نشوف بقى الاخير. طبعا لازم نلاحظ، خد بالنا ان الام اي بي باخد الفيكسد اند مومنت اللي عند الاي بي، ما تلخبطش، والبي سي والبي اي اخد عند البي اي اللي هو 60.
البي سي اخد سالب 120، يبقى لازم اركز وانا بحط قيم الفيكسد اند مومنت. بكده نلاقي ان الام اي بي هتساوي سالب 60 زائد 2 سيتا بي. الام بي سي بي اي هيساوي 60 زائد 4 سيتا بي، والام بي سي سالب 120 زائد 6 سيتا بي، والام سي بي ب 120 زائد 3 سيتا بي. ايه المجهول اللي عندنا في المساله دي كلها؟ هو السيتا بي، ده المجهول الوحيد. هندور على معادله الاكوليبريم ايكويشن، لازم عندي البي يكون في اتزان، لازم مومنت يمين وشمال اللي هو تحت ويمين لازم يساوي بعض باشاره مخالفه، يبقى لازم مجموعهم يساوي صفر، يبقى ام بي اي زائد ام بي سي يساوي صفر، يبقى مجموع دول بصفر، نجمعهم يطلع لي سيتا بي ب 6. جبت سيتا بي ب 6 ارجع اعوض بيها تاني في المعادلات اللي فوق، اجيب الفاينل مومنت عند الاي بي والبي اي والبي سي والسي بي، ارجع احطهم على الرسمه بالاشارات، سالب يبقى مع عكس عقارب الساعه، موجب مع عقارب الساعه، سالب عكس عقارب الساعه، موجب مع عقارب الساعه. هستفيد من الكلام ده في ايه؟ المومنت هنا دي السهم ناحيه فين؟ ناحيه بره. دي السهم ناحيه فين؟ بره بره بره، يبقى العزوم دي كلها دي السهم بتاعها بره، يبقى ترسم جميعا الى الخارج. 48 وال 84 وال 138 ابدا اعلق خط منقط، ومن النص اعلق المومنت بتاع السمبل بي. هنا كونسنتريتد لود في النص بيقل على 4. هنا يونيفورم لود يجيب لي من النص دبليو ال سكوير على 8. رسمنا البين مومنت دياجرام، ابدا احط المومنت اللي جوه موجب والبره سالب. لو عايزين نرسم الشير فورس والنورمال فورس دياجرام لازم نرسم الفري بود دياجرام. هبدا اخد كل باكيه لوحدها سواء الكاميرا او العمود، واحط العزوم اللي في نهايتها، وابدا اجيب الرياكشن ديو تو جيفن لود وديو تو فرق المومنت. ال 120 دي في النص تجيب لي 60 60. العزم ده والعزم ده اكبر، يوم فرق المومنت يجيب لي يعمل لي ازدواج كده بالفرق ما بينهم، يجيب لي رياكشن ازدواج عكسي. نجمع دول ونطرح دول يديني الفاينل رياكشن على الباكيه دي نتيجه الجيفن لود وفرق العزوم اللي في نهايات الكاميرا. نفس القصه العمود ده، هبدا اركز ده 20 في 6 ب 120 يجيب لي رياكشن جيفن لود 60 60. وال 84 وال 48 دول الفرق بينهم يجي عامل كده، يجيب لي رياكشن هنا لفوق وهنا لتحت، فرق العزوم 36 على 6 فيها الست. اجمع دول واطرح دول يجيبني الفاينل رياكشن. يبقى احنا كده جبنا الفري بود دياجرام، اقدر ارسم الشير فورس دياجرام وانا واقف جوه. همسك الباكيه دي من ناحيه الشمال واطلع 54 وانزل 120 موزع واقفل ب 66. نفس القصه الباكيه دي، هطلع من ناحيه ايد الشمال 53 وامشي افقي وانزل 120 اوصل 66.75 وامشي افقي واقفل. الشير طبعا فوق موجب تحت سالب، بره موجب جوه بالسالب. عشان ارسم النورمال فورس دياجرام انا هعمل ايه؟ هاخد كل رياكشن من الرياكشن دي واعكسه كاكشن على العنصر العمودي عليه. يبقى 66 قلبناها ب 66 اهي، وال 53 هنجيبها هنا بكام؟ ب 53. يبقى الراجل ده عليه كومبريشن 53 والراجل ده عليه كومبريشن 66. الكومبريشن ناحيه جوه بالسالب زي ما هو واضح قدامنا. مسألة أخرى في الفريم برضه بيقول لي فري درو بيندنج مومنت دياجرام شير فورس دياجرام نورمال فورس دياجرام فور ذا شون فريم. عندي فريم واضح قدامنا كده عليه 3 باكيات وعليهم أحمال مختلفة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. ريلاتيف ستيفنس. ايه الانونز اللي عندنا في الأول؟ الاي ده فيكسد يبقى الست عنده بصفر، السي فيكسد يبقى الست عنده بصفر، البي ما نعرفش يبقى عندي سيتا بي دي انون. طبعا عندي الدي برضه انون يبقى سيتا دي وسيتا بي. طيب النونز عندنا ان سيتا اي وسيتا سي بصفار. الاكوليبريم ايكويشن، ما انا عندي مجهولين يبقى محتاج معادلتين اتزان. هعمل اتزان عند النقطه بي واعمل اتزان عند النقطه دي. اتزان عند البي دي عندها 3 عناصر متلاقيين، فلازم ال3 عزوم دول مجموعهم يساوي صفر. بس ما تنساش ان في اكشن مومنت فوق ب100 يبقى لازم اجمعه الرياكشن بتاعه مع العزوم الثلاث. وده اللي حصل.
ام بي اي زائد ام بي سي زائد ام بي دي نلاحظ مع بعض، خد بالك معايا، ال100 دي اكشن، الرياكشن بتاعها جاي كده عكس عقارب الساعه بسالب 100، يبقى المفروض كنت اقول ام بي اي زائد ام بي سي زائد ام بي دي سالب 100 يساوي صفر. خدت ال100 في الطرف اليمين بالموجب. ناخد دي بالنا تاني، قلنا ان الاكوليبريم ايكويشن اللي بنجيبها دي معادله رياكشنز، وقلنا الاثنين صح، بس انا هنا شغال بالرياكشن، يبقى لازم اخد الرياكشن بتاع الكونسنتريتد مومنت اللي موجود عندي على الكاميرا. ويمكن شرحنا قبل كده لو اعتبرنا ان دي كده كانتليفر كده صغير وعليه كونسنتريتد مومنت كده، هيجيب لي رياكشن كده، وده اللي هيتاخد معانا في معادله الاتزان. الحاجه الثانيه ان انا عندي برضو هنا العزوم ام بي دي يساوي سالب 80، اما نجيبها عن طريق برضو الاتزان، ان انا اقول ادي كانتليفر وده 40 يجيب لي عزم كده مقداره 80، يبقى لازم ام بي اي بام بي دي زائد ال 80 اللي هي عكس عقارب الساعه، اللي هي مع عقارب الساعه تساوي صفر، او ام بي دي تساوي سالب 80. او واحد يقول ما العزم هنا لازم يكون طالع لفوق كده، يبقى لازم المومنت على الباكيه اللي هو دي بي لازم يساوي سالب 80 عكس عقارب الساعه. يبقى دول اثنين اكليبريم ايكويشن. هنبدا نجيب الفيكسد اند مومنت ريلاتيف ستيفنس الاول، اي على ال اي على ال اي على ال. خد بالك بقى 4 على 12 2 على 8 1 على 6، يبقى كي اي بي كي بي سي كي سي دي. اي بي هنا بكام؟ ب1 على 6. بي سي بكام؟ 2 على 8. دي بي بكام؟ دي بي بكام؟ ب2 على ب4 على 12. طيب يبقى الريلاتيف ستيفنس بتاعنا هيبقى اي على ال اي على ال اي على ال سدس 8 4 على 16، يعني سدس وربع وتلت. نضرب طبعا في المعامل المشترك الاصغر اللي هو ب 12 يوم يدينا 2 3 4. الفيكسد اند مومنت بقى، انا عندي هنا باكيه اي بي دي عليها يونيفورم لود تجيب لي بي ال دبليو ال سكوير على ال 12، هنا كونسنتريت لود في النص بي ال على 8، هنا حملين في التلت والتلتين ب 90 بي ال. نبدا نحسب ادي الباكيه اي بي، ادي الباكيه اي بي هيجيب لي طبعا يعمل لي ديفورمت شيب كده، يبقى لازم يجي المومنت من تحت عشان يرجع الزاويه لصفر. مقداره كام؟ دبليو ال سكوير على ال 12 زي ما شرحنا، يبقى 20 في 6 سكوير على ال 12 تساوي 60 موجب وسالب. طيب نيجي على الباكيه بي سي كونسنتريتد في النص يجيب لي دبل بي ال على 8، وزي ما قلنا عايز يعمل لي كده تيجي الزاويه صفر ترجعه لصفر. بي ال على 8 نحسبها 120 في 8 على 8 ب 120 سالب وموجب. جميل. بيبقى لنا الباكيه دي بي عليها 2 كونسنتريت لود في الثلث والتلتين يديني 90 بي ال، يبقى 2 في 90 في ال اللي هي ب 12 على 9 يساوي 240 برضه سالب وموجب. يبقى كده قدرنا نجيب الفيكس اند مومنت على الباكيات كلها. تعالوا مع بعض نكتب بقى معادلات المومنت ايكويشنز للثلاث باكيات، ام اي بي وام بي اي ام بي سي ام سي بي ام دي بي ام بي دي. كل مره واحده بتساوي الفيكس اند مومنت بتاعها زائد الريلاتيف ستيفنس 2 سيتا القريب زائد 1 سيتا البعيد. طيب سيتا اي وسيتا سي بكام؟ بصفار عشان عندهم فيكسد سبورت، يبقى هنا هنشيل السيتا اي والسيتا سي من الموضوع. باقي لي مين؟ باقي لي السيتا بي والسيتا دي، هم دول الانونز اللي عندي. طيب كي اي بي وكي بي سي وكي سي بي لسه حاسبينهم من شويه 2 3 4. الفيكسد اند مومنت لسه برضو حاسبين وحضراتكم اهو، سالب 60 60 سالب 120 120 240 سالب 240 هنعوضهم. نجيب الفاينل بيندنج مومنت بدلاله المجهول اللي عندنا هي سيتا بي. يبقى هنا ام بي اي سالب 60 زائد 2 سيتا بي، ام دي بي سالب 240 زائد 4 سيتا بي زائد 8
سيتا دي. يبقى قدرنا نعوض ونجيب كل مومنت بدلاله المجاهيل اللي عندنا اللي هي مين من المجاهيل بقى؟ اللي هي سيتا بي وسيتا دي. عندنا كام الاكليبريم ايكويشن؟ قلناهم في الاول 2 ام بي اي زائد ام بي سي زائد ام بي دي سالب 100 يساوي صفر او يساوي 100. طب انا عندي الام بي اي والام بي سي والام بي دي جبناهم قبل كده هم بدلاله الرموز، ناخدهم ونجمعهم ونساويهم بالمية يديني معادلة في مجهولين اللي هي سيتا بي وسيتا دي. الاكليبريم ايكويشن الثاني طبعا بنختصر. الاكليبريم ايكويشن الثاني ان عندي الدي ام دي بي لازم تساوي سالب 80، يبقى هاجي اقول ام دي بي اللي هي سالب 240 زائد 4 سيتا بي زائد 8 دي بيساوي سالب 80. هنحولها معادله مجاهيل في طرف والمعلوم في طرف، تدينا 4 سيتا بي زائد 8 سيتا دي بيساوي 140. من حل المعادلتين مع بعض نحصل على السيتا بي بناقص 10 والسيتا دي بموجب 25. جبنا السيتا بي والسيتا دي هنرجع نعوض بيهم فوق في المعادلات بتاعتنا كلها عشان نحصل على الفاينل مومنت، لان الفاينل مومنت سالب 80 موجب 20، سالب 180 موجب 90، سالب 80 موجب 260. نلاحظ هنرسم العزوم دي على الرسمه بتاعتنا مع ملاحظه اشارات الاسهم. هنا الراجل ده بالسالب يبقى عكس عقارب الساعه، موجب مع عقارب الساعه، عكس مع عكس مع، وده اللي حصل قدامنا. نبدا نشوف دير السهم ناحيه فين؟ شمال شمال فوق 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 فوق. يبقى لما نيجي نرسم المومنت هنا فوق فوق وهنا كمان فوق فوق وهنا شمال. نمسك كل باكيه ونعلق. انا عندي الباكيه دي عليها 2 كونسنتريتد لود، ممكن اعلق المومنت بتاع السمبل بيم. لو انا عندي سمبل بيم عليه 90 90 في التلت والتلتين هيجيب لي رياكشن 90 90. المومنت هنا بصفر وهنا بصفر، احسب المومنت هنا 90 في 4 متر ب 360 وهنا 90 في 4 متر ب 360، يبقى ادي المومنت اللي عندنا. هاجي هنا اعلق ال 360 من التلت والتلتين وارسم الايه ترابيزويدال بتاعنا. نفس القصه هنا برضو فوق وفوق زي ما قلنا عشان ديل السهم الفوق، واعلق المومنت بتاع الكونسنتريتد لود في النص اللي على 4. نفس القصه اجي هنا شمال شمال، المومنت ناحيه الشمال ديل السهم يبقى 20 و80 واعلق دبليو ال سكوير على ال8. ده كده البيندنج مومنت دياجرام. عشان ارسم طبعا على الكانتليفر معروف اللي هو المومنت بيكون ستريت لاين، مومنت موجب سالب فوق وموجب تحت. عشان ارسم الشير والنورمال لازم ارسم الفيلم دياجرام. هبدا اخد كل باكيه واجيب الرياكشن ديو تو جيفن لود 120 جابت لي 60 60، فرق العزوم اللي هو 90 كده على 8 يجيب لي رياكشن هنا 11 وربع 11 وربع، نجمع ونطرح يديني الفاينل رياكشن. نفس القصه العمود كان عليه مومنت في النهايات 20 و80، هركز اليونيفورم لود ب 120 يجيب لي رياكشن ديو تو جيفن لود 60 60، ورياكشن ديو تو فرق المومنت هنا 60 كده على 6 فيها ال 10 10 طالع 10 نازل عشان تعمل لي ازدواج عكسي، ونجمع ونطرح. بقى لنا الباكيه الاخيره اللي هي الباكيه دي بي. هبدا اجيب الرياكشن ديو تو جيفن لود، رياكشن ديو تو فرق المومنت، واجمع واطرح اجيب الفاينل رياكشن. كده انا جبت الفري بودي دياجرام التوتال رياكشنز على الكاميرات والاعمده في الفريم. ابدا ارسم دلوقتي الشير فورس دياجرام لكل باكيه لوحدها. الباكيه الاولى اللي هي الراسيه دي من وانا واقف هنا، هفترض ان انا واقف هنا من ناحيه ايدي الشمال طلعت 70، نزلت 120 تدريجي وصلت 50، قفلت ب 50. نشوف الباكيه دي وناحيه ايدي الشمال هطلع 71 وربع، امشي افقي انزل 120 اوصل 48 امشي افقي اقفل. الباكيه الثالثه دي نفس الكلام، هطلع من ناحيه ايدي الشمال 75 امشي افقي، هنزل 90 اوصل 15 امشي افقي، انزل كمان 90 اوصل 105 امشي افقي، ال 105 تقفل معي. بقى عندنا الكانتليفر ده سهل جدا، من ناحيه ايدي الشمال سالب 40 ويقفل معايا، الشير فوق موجب وتحت بالسالب. ده كده الشير فورس دياجرام. عايزين نرسم النورمال فورس دياجرام. عشان نرسم النورمال فورس دياجرام
هنلاحظ ملحوظة هنا ان في عندنا رياكشن هنا 105 يتعكس هنا 105. في عندنا هنا رياكشن 71 وربع يتعكس هنا 71 وربع. هنا تبرز المشكلة. ال 75 دي ال 50 دي هتتعكس الناحية دي ولا الناحية دي؟ نلاحظ ان السبورت ده ايه؟ رولر. هل السبورت الرولر يقدر يستحمل اي قوة افقية؟ ما يقدرش. يبقى لازم ال 50 دي تتعكس كلها الناحية دي. ليه؟ عشان ده ما يقدرش يستحمل، عشان ده رولر. لكن لو تخيلت ان ده هو الهنج وده رولر يبقى العكس. طب لو ده هنج بقى هنشوفها مع بعض كمان شوية. يبقى ال 50 كلها اتعكست الناحية دي. يبقى نرسم النورمال فورس دياجرام. هنلاقي العمود ده عليه 2 نورمال فورس يتجمعوا مع بعض 176 وربع وبالسالب عشان كومبريشن، والكاميرا دي عليها سالب 50 كومبريشن. اما الجزء اللي على الشمال زيرو عشان نهايته رولر. حتى انت لو جيت هنا تحسب النورمال من الناحيه دي هتلاقي ان هي بصفر عشان ما فيش اي قوه افقيه جايه من الناحيه دي. طيب هنت، لو المساله بتاعتي بقى كانت بدل ما دي هنج رولر كانت هنج، كانت هنج دي بقت هنج. هنرسم ازاي؟ ال 50 دي هتروح فين؟ الناحيه دي ولا الناحيه دي؟ في جزء هيروح الناحيه دي وجزء هيروح الناحيه دي. بأنهي نسبه؟ اي اي على ال. بالنسبه اي اي على ال. اي اي على ال. طيب هنفترض ان نسبه الاريا هي نفس نسبه الاي. هنا 4 اي وهنا 2 اي، يبقى دي 4 اريا ودي 2 اريا. فهنحسب البي دي بي الى البي سي الشمال اليمين. فهنقول اي اي على ال تديني 4 على 12 على 12 وهنا 2 على 8، يبقى تديني نسبة تلت إلى ربع بالضرب في 12 يبقى 4 إلى 3. يبقى الباكية اللي على الشمال دي، يبقى الباكية اللي على الشمال هتاخد 4 على 7، ما أنا بجمع الاثنين، يبقى 4 على 7 من اللود، والباكية اللي على اليمين 3 على 7 من اللود. وده اللي حصل قدامنا ان الان دي بي نورمال فورس عند الدي بي بيساوي 4 على 7 من اللود، والان بي سي 3 على 7 من اللود. طبعا لازم لما نجمع الاثنين دول مع بعض لازم يدينا ال 50 الاصليه. طبعا هنا هيجيب لي تنشن، ما ده لما يتعكس هيجي لي هنا كده وهنا كده، يجيب لي هنا كومبريشن ويجيب لي هنا تنشن. نقدر نرسم النورمال فورس دياجرام. القوتين دول هيتعكسوا، يدينا نورمال فورس. النورمال فورس هنا القوه دي بتعمل كومبريشن ودي بتعمل تنشن سالب وموجب، يبقى ده النورمال فورس دياجرام على المساله دي. وبذلك نكون انتهينا من هذا الجزء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.